الثانية لفريق الوداد البيضاوي لتسجيل الهدف. إذا نشاهدوا هنا جوج النجوم السابقين ديال فريق الوداد البيضاوي، رشيد الداودي وموسى نداو. موسى نداو اللي من اللاعبين اللي يمكن نقول انه من اللاعبين الاجانب اللي كانوا حقيقة يستحقون ان يكون يطلق عليهم لاعب اللي عنده قيمة اضافية. راه الافارقه غزاو البطولة المغربية، ولكن اكيد انه نداو كان خير سفير عطى واحد الصورة مثالية اللاعب، لانه كنتذكروا اللاعب الهداف في الفترة اللي كان فيها نظير وكان فيها اسماء اخرى داخل فريق الوداد لاعبين كبار، واستطاع انه يكون جزء من المنظومه ديال هذه محاوله. لكن راه هو اللي كيأثر فريق الامل ديال فريق الوداد البيضاوي، وكنتمنى انه يكون رغم انه اللاعبين اللي كيلعبوا في الامل ما بعض الاحيان يكونوا ما شافوا شيء مسنداو او ما يستافدوا من التدريب ديالو، يستافدوا من التجربه ديالو، من التدريب ديالو كلاعب اللي كان عنده مستوى كبير.